أوضحت الفيفا أن القوائم الرسمية للمنتخبات 48 المتأهلة لكأس العالم 2026 سيتم الإعلان عنها يوم 2 يونيو المقبل. وبخصوص اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي، حدد الناخب الوطني محمد وهبي يوم 21 ماي موعدا للإعلان عن اللائحة النهائية. ومبدئيا وحسب المعطيات سوف تكون التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، المهدي بن عبيد والمهدي الحرار. في الدفاع نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، سفيان الكرواني، أشرف حكيمي، زكريا الوحيد، شادي رياض، رضوان هلال، عبد الحميد أيت بودلال، عيسى ديوب واسماعيل باعوف. في خط الوسط أسامة تيرغالي، النائل العناوي، محمد ربيع حريمات، سمير مرابط، بلال الخنوس، إسماعيل الصباري وعز الدين أناحي. أما في الهجوم الزلزولي، شمس الدين الشطيبي، أمين عدلي، إبراهيم دياز، إيوب الكعبي، سفيان الرحيمي وياسين جسيم. وهناك أنباء عن استدعاء وانضمام أيوب بوعدي. وبالمقابل فيما يخص خصم المغرب في المباراة الأولى والذي هو البرازيل، فقد أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي، حيث شهدت تواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ورافينيا نجم برشلونة. والمفاجأة هي عودة اللاعب نيمار دا سيلفا، وستكون أول مباراة له بالمونديال أمام المغرب يوم السبت 13 يونيو المقبل بملعب نيويورك نيو جيرسي على الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي. وفي آخر الأخبار أيضا، أكدت شركة جوجل جيميني للذكاء الاصطناعي في موقعها الخاص عبر بيان رسمي أكدت فيه تعاقدها مع المغرب في إطار شراكة من أجل دمج التكنولوجيا بعالم كرة القدم، وذلك بعد الاهتمام الدولي بكرة القدم المغربية والاستعداد لنهائيات كأس العالم، سواء هذه النسخة أو نسخة 2030 المقررة تنظيمها في إسبانيا، المغرب والبرتغال. وحسب المعطيات التي كشفت عنها الشركة، سيستفيد المغرب من مجموعة من التجارب الرقمية التفاعلية المدعومة من طرف الذكاء الاصطناعي. كانت هذه جولتنا، وإلى فيديو قادم لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.